يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات وصحاب في الدنيا كلها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، عايزه اعرفكم بنفسي قبل ما نبدا الفيديو كده لكل اصحابي وحبايبي اللي اول مره يشرفوني في القناه. انا نور عماد ودي قناتي، هقدم معاكم روتينيات يوميه، هقدم معاكم تنظيفات عميقه، هقدم معاكم كمان ميزانيات، مشتريات، حاجات كتير قوي هتعجبكم الفتره الجايه. اتمنى القناه بتاعتي تعجبكم، وطبعا لو انت لسه جديده معايا ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. اول حاجة كده روتيننا النهاردة بادئ يعني من الفجرية، فيلا بقى كده شدوا كده معايا كده اللايكات، وكمان ما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو عشان انزل ارد عليكي. لو انت كمان لسه جديدة معايا فقولي لي اللي انت جديدة علشان ارحب بيكي في القناة معايا. ويلا بينا بقى نبدأ فيديو النهاردة. اول حاجة كده كنت محتاجة اعملها، انا بصراحة محتاجة اعمل الشقة كلها تنظيفها عميقة، فقلت اخد اوضة اوضة كده ونبدأ ايه نروقها مع بعض. اول حاجه انا بصراحه صاحيه من الفجر، قلت اقوم اعمل لهم شويه كوكيز عشان عايزينه بقالهم كام يوم، فقمت كده عملته وسبته بقى ايه يستوي مع نفسه. طبعا نزلت لكم الطريقه بتاعته في الريلز، وهتشوفوا بقى رد فعل ملك ولوسيندا لما يقوموا يعني على الكوكيز ده. بصراحه قلت اعملهم هما نايمين علشان الحق اخلص كده مع نفسي، وكمان ما نضيعش وقت وهم مش هيسيبوني اعمل لوحدي وهيعطلوني على الفاضي، فقلت اعمله كده بدري. عامله بصراحه يعني الفجر بيقدم وانا بسوي كوكيز يعتبر. فقلت بقى ايه اقوم كمان اعمل الاوضه بتاعتي على طول، ويلا بينا كده ايه نشجع بعض. لو انت بقى الاوضه بتاعتك محتاجه تتعمل فاتفرجي على الفيديو بتاعي بسرعه وقومي خلصي كل اللي وراكي. اول حاجه كده شديت الملايه وقلت ايه احطها بقى في الغساله كده واشغل عليها دوره، وانا يعني اغير بقى الملايه وانفض كده السجاده تنفيضه حلو علشان ايه نمسح مع بعض الاوضه. تاني حاجة يعني قولوا لي بقى انتوا من ساعة العيد يعني عملتوا كده تنظيفات عميقة ومسحتوا وكده، ولا كنتوا مكسلين بقى ومستنيين حد كده يشجعكم؟ فهستناكم بقى تقولوا لي ايه في الكومنتات، قمت خلصتوا حاجة وعملتوا كده تنظيفات عميقة في الشقة عندكم ولا لا؟ طبعا خلاص بقى ايه غيرت الملاية وشلت السجادة بصراحة بره في الصالة، يعني خرجتها بره الأوضة خالص عشان اكمل بقى بقية الأوضة كده مع نفسي. جبت بقى كده البخاخة دي فيها مية بخل. المية بخل بصراحة حلوة جدا للمرايات، بلمع بيها اي حاجة قدامي بتتلمع بصراحة بتبقى زي الفل. يعني مثلا نص مية ونص خل، وبحطهم كده ايه في البخاخة، وبصراحة بتنفعني على طول خصوصا في المرايات، لان انا ميرك ولوسين ده عندي بيطلعوا على التسريحة ليه انا مش فاهمة، ما تفهموش بيطلعوا على التسريحة ليه، بس هم على طول يطلعوا على التسريحة، على طول ازعق ولا في اي فايدة معاهم. فطبعا المرايه بتكون متلحوسه من ايديهم بقى، وانتوا مش قادره اوصف لكم يعني منظرها بيبقى عامل ازاي لو قعدت كام يوم ما اتعملتش. جبت بقى كده البخاخه ورشيت كده على المرايه، وباي حته قماشه عندك بقى فوطه مطبخ كده تكون مخصصاها للتلميعات بس، الفوط اللي هي الصغنونه اللي احنا بنجيبها على طول دي، لمعي بقى كده هتلاقي بص المرايه عندي بقت زي الفل اهي زي ما انتوا شايفين. قلت بقى بص التسريحه عامله ازاي، طبعا عاملاها معاكم اخر مره وشايفين كنت رصاها ازاي والدنيا عندي كانت منظمه ازاي. هفتح بقى الدرج كده، وبرده في حاجات في الدرج كده متفهموش يعني بحسها ملهاش لازمه كده، ومع اني كل مره بقعد اصفي كل حاجه انا مش عايزاها، وبرده الدرج ده بيلم كركبه انا مش فاهمه ليه بصراحه. بصراحه من العيال يعني هم اي حاجه في ايدهم يحطوها في الدرج ده، انا برده مش عارفه ليه. فانا بصراحه نفسي يعني ما دخلهمش الاوضه دي تاني، بس الفكره ان الاوضه دي اكتر اوضه بتكون يعني الطقس بتاعها كده معتدل في الصيف شويه عن باقي الشقه، باقي الشقه بيكون حر جدا، لكن الاوضه دي مش طايلها شمس قوي، فبصراحه بتكون معتدله يعني كده والجو فيها كويس، فعشان كده قعدتنا كلها فيها الايام دي لحد بقى ما الجو يتظبط شويه كده شهرين ولا حاجه. يعني نقعد بقى بره في الصاله كده، ولا يقعدوا في اوضتهم مثلا، يعني حتى لو هما الايام دي والله بيناموا جنبي يعني من كتر الحر اللي عندهم في الاوضه. لمعت بقى كده التسريحه كمان من الخشب يعني، وزي ما انتم شايفين طبعا نزلت كل حاجه في الدرج، وهطلعهم بقى ايه كده على شبه نظافه بعد ما استخدام يومي لمعت كده، فعشان كده حطها قدامي التسريحه. على طول وحطيت على بقى المفرش التسريحة يعني. بتاعي، والحاجات اللي انا يلا حطاها بينا بقى دي ايه كلها نخلص اللي بستخدمها يعني. ورانا ونتشجع كده الصبح. وطبعا بصراحة انتوا مقصرين معايا جامد جدا في اللايكات الفترة اللي فاتت، يعني بتتفرجوا على الفيديو مش هتخسروا حاجة لما تدوسوا لايك والله، يعني بتشجعوني ان انا انزلك فيديوهات اكتر، وكمان بترفعوا الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن يعني. وطبعا بما اننا بقى لسه الصبح كده فقولوا لي بقى هتعملوا غدا ايه النهارده، لان انا بصراحه يعني محتاره جدا جدا، فهستناكم تكتبوا لي في الكومنتات هتعملوا غدا ايه النهارده عشان اخد منكم بقى انا فكره المره دي. كل مره انا اللي بديكم الافكار، المره دي مستنيه الفكره منكم، واكتبوا لي في الكومنتات ما تنسوش. يلا بينا بقى ايه
نشوف بقى التسريحه بعد ما الحمد لله كده اتلمعت ونطفت. وعايزه اقول لكم طول ما انا لوحدي كده بعمل حاجه وما فيش حد من العيال جنبي بصراحه بخلص بسرعه، لكن بقى لو هما جنبي يعني الحاجه بتقعد معايا بدل ساعه ساعتين. شغلت بقى كده المكنسه وقلت ايه اشفط بقى الارض كلها، لان بصراحه السجاد الشاك ده بيلم كميه تراب ما تفهموش جايه منين، انا مش عارفه يعني، وما بيبانش عليه. المشكله اللي هو طول ما هي مفروشه مش بيبان عليها التراب، انفضها بقى بتنزل كميه تراب وبهدله، ما انا مش عارفه كل ده بيجي منين بصراحه. فنفضتها بقى كده، وطبعا اديت السرير تنفيضه كمان سريعه علشان انا نفضت السجاده بعد ما فرشت الملايه. دي بقى يعني حته ذكاء كده مني، بس ما علينا يعني، كل حاجه ملحوقه الحمد لله. فشغلت بقى كده المكنسه، مشيت بقى على الاوضه كلها. عايزه اقول لكم ان انا كمان دخلت كده شلت الكومودينو خالص وعملت من وراه، لان كان بقالي يعني مرتين كده بصراحه اكنس الاوضه ومش ما شدش الكومودينو واعمل من وراه بصراحه. فالمره دي بقى شديت الكومودينو كده وعملت كمان من وراه. وكنت بفتح بقى الدولاب علشان انا عندي الجرار بتاع الدولاب يعني في الوش كده فاهمين، مش محطوط كده على قاعده، مش عارفه انتوا فاهميني ولا لا، بس ما علينا زي ما انتوا شايفين يعني كده. هي الحته اللي تحت دي بعملها ايه بالمكنسه، مش عارفه اوصفها لكم قوي بصراحه، بس ما علينا. فبفتح بقى الدولاب يعني علشان اي تراب من جوه برضو يطلع ايه في المكنسة. وهنا بقى هاجي كمان كده اعمل من تحت التسريحة، لان الحتة دي برضو يعني مفتوحة كده وما فيهاش حاجة، فبرضو بيخش فيها اي تراب. وبصراحة انا قلت لازم اعمل كده الأوضة كلها كده بالمكنسة، علشان لما امسح ما يكونش فيه بقى اي تراب يضايقني او حاجة، وتبقى الدنيا كده نظيفة وهادية والحمد لله يعني تخلص بسلام بإذن الله. بس كده بقى كنست الاوضه كلها، وزي ما قلت لكم عملت من ورا الكومودينو، بس مش هعرف اصور لكم يعني في الجزئيه اللي جوه دي. وهنا بقى خلاص الارض كده كانت اتكنست كلها ما فيهاش اي حاجه. بصراحه جبت بقى جردل الميه بتاعي والحته القماش اللي انا بمسح بيها، ولمعت كده ايه السيراميك كله زي ما انتوا شايفين كده بقى بيبرق كده. بصراحه بقيت احب اوي ان انا امسح يعني في حته قماشه احسن من الشرشوبه. والشرشوبه بتاعتي اصلا بقالها فتره كده مش بتلف، مش فاهمه فيها ايه بصراحه. فلو حد عنده فكره يقول لي يعني هي الشرشوبه اللي هي الدواره دي، بس بحط الشرشوبه ذات نفسها في اللي هو البتاع اللي بيلف فيها دي، مش بيرضى يدور، مش عارفه ليه، ايه بقى اللي معصلجها كده انا مش عارفه. فلو حد عنده يعني مر بالتجربه دي قبل كده يقول لي عملتوها ازاي. طلعت بقى كده شورت وفانلة المالك واللوسند اللي هو الطقم الداخلي ده، عشان ايه يخشوا بقى ياخدوا دش كده ويفوقوا لان عندنا درس. فبصراحه هما بقى دخلوا ياخدوا دش كده، وانا قلت ايه استنى الارض تنشف وافرش ايه السجاده على طول. حطيت بقى السجاده كده وخلاص كده الأوضة عندي بقت جاهزة. والحمد لله كده تحس بقى بالراحة النفسية، ما فاضلش بقى حاجة غير ان انتي يا اما ترشي معطر يا اما تحطي بخور. فانا بصراحة ما عملتش ولا كده ولا كده، مش فاهمة ليه، بس ما علينا بقى. ملحوقة يعني المرة الجاية ان شاء الله ايه نولع كده بخور مع بعض. وكمان انا ما عنديش معطر بصراحة خلص، فبقيت استخدم بقى البخور يعني احسن، وريحته بحسها ثابتة اكتر من المعطرات بصراحة. بصوا بقى النهار طلع كده والشمس بقت منوره كده الاوضه، يعني هي الشمس ما بتخشش جوه الاوضه بس بتبقى منوره كده الشباك من بره. فخلاص كده بقى خلصت، قولي لي ايه رايكم في منظر الاوضه لما خلصت. والدنيا عندي كده بقت هاديه ونظيفه، والحمد لله كده مش ورايا اي حاجه تاني. بصراحة قلت مش هضغط نفسي وامسح الشقة كلها مرة واحدة، لان حتة ان أنا امسح الشقة كلها مرة واحدة دي بصراحة انا بتعب جدا. فقلت كل يوم هعمل حاجة، يعني اوضة واحدة او الصالة او الريسبشن او المطبخ ايا كان اللي هعمله تكون حاجة واحدة بس مع المهام اليومية. يعني انا بقوم مثلا بحمل عيال، بنزل اجيب فطار وافطرهم، عندنا درس او مذاكرة او قرآن، فالحاجات دي كلها يعني بقت تاخد يومي. ما بقتش فاضية ان انا اعمل الشقة كلها مرة واحدة. طبعا بعمل لهم طبعا غدا، بيبقى عندي مثلا دورة غسيل انا كل يوم بغسل، يعني دي حاجة كده اساسية معايا، كل يوم لازم اغسل وانشر واطبق غسيل، دي حاجة اساسية ويومية معايا يعني. فيعني انا بروق اوضه اوضه كده مع بقيه المهام اليوميه، طبعا غير المكنسه اللي بتلف على الشقه كلها، ودي كده يوميا لازم اعمل كده. عايزه اقول لكم النهارده كمان عملت اللهم صل على النبي، عملت بقى اكفي السلم نفسي علشان كده بكرة واطلع اي امسح حاجه بقى ايه الريسبشن بره، نتسلى فيها، وبما وتبقى ان انا الدنيا بقى عندي عملت بره الاوضه كمان كده نضيفة. وبقت زي الفل. يلا بينا بقى فاستنوا اعمل بقى لكم الفيديو الكوكيز الجاي ان اللي شاء انا الله عملته، هيعجبكم قوي. وقولوا لي ايه رايكم فيه. هتلاقوا الطريقه كامله عندي في الريلز، عاملاها لكم كامله بالمقادير بطريقه التحضير بكل حاجه. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا.
روحوا بسرعه شوفوه علشان تنفذوه. عايزه اقول لكم اللي انا عاملاه بربع كيلو دقيق وبيضايه، فبصراحه مش مكلف خالص وفي نفس الوقت حلو وبيفرح الاطفال. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. طبعا ينفع تشربوه جنب قهوه، شاي بلبن، نسكافيه، زي ما تحبوا. بس كده الفيديو بتاعي خلص. روحوا بقى شوفوا ودلوقتي ملك جه وقت ولوسيندا المفاجأة. اللي وقع جاهزين؟ الفوكس، ويلا بقى اشوفكم في عامله لهم الفيديو الجديد. مفاجأة نفسهم فيها من بدري، وقلت لازم افاجئهم بيها. خليكم قاعدين ثواني، ارجعوا ورا يا نسيم شويه. حاضر. تعالي ده شوية صغيرة. غمضوا عينيكم. اللي هيغمض هو اللي هيشوف المفاجأة، اللي مش هيغمض مش هيشوف. هو حد يفتح. ايه رأيكم؟ فتحي. مين فيكم كان مصدق اللي هيقوم يلاقيه؟ أنا مش أنا عشان انا ما قلت لهمش، عمالين يعيطوا عليه من امبارح. سبتهم يناموا، رجعوا على لسان ده شويه. سبتهم يناموا قمت عملت الفجر. عايزه اقول لكم يعني الفجر كان بيأذن وهو كان في الفرن، ما بياخدش وقت خالص وجميل بصراحه. بصوا تحفه تحفه. بص الشوكولاتة. هتلاقوا طريقته في الريلز عندي على الصفحه على القناه، وبرضه هتلاقوه برضه على صفحه الفيس، يعني هنزله على الفيس أيوة إحنا وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. ايه رايكم؟ حطوا عسل عسل؟ و انا حطيت عسل. اه انت شفتيني؟ انت شفتيني؟ أيوة عشان أنا شفتي على النت لكن ما شفتيش انا عملت ايه. يلا خدي طيب دوقي وشوفوا قولي لي ايه رايك. أنا أخدها. وانت؟ أخد بعدين. طب يلا بسرعه قولي لي ايه رايكم يلا عشان ننزل متاخرين. أوه. بصوا بقى الحركه دي نص ونص برضو جميله قوي. انا كمان هدوق. بس انا خدت دي ليه طبعا فاهمين طبعا. يلا. واو واو. ما شاء الله جميل جدا، ولا بيفرول ولا بيتكسر ولا اي حاجه، بس القطمه بقطمتها على طول. طعمه ايه؟ بس عايزه اوريكم حاجه. بصوا ما شاء الله حلو قوي بجد. السوا بتاعه مظبوط جدا. بصوا من تحت ولا محرق ولا حاجه. لا مع كوبايه شاي بلبن الصبح حاجه تانية. شاي ساده لو بتحبي، نسكافيه، اي حاجه هيمشي معاها. عجبك؟ أيوة. عاجبني اكتر اللي هو نص ونص ده، اللي هو نص ونص ده شكله حلو قوي. شكله حلو والله. عايزه اقول لكم طريقه بجد مظبوطه ومضمونه جدا جدا يعني، ومفيش اسهل منها، ما خدش معايا وقت خالص بصراحه. دي الطابلة. عجبك؟ يلا بقى ننزل متاخرين جدا. كل واحد ياخد واحده في ايده، متاخرين جدا على الدرس. خد واحدة تانية. يلا بقى انا هخليهم كل واحد ياخد واحده وننزل. قول لهم باي باي. باي. بصوا مش فاضيين يبصوا لكم. يلا لوسيندا قول لهم باي. لوسيندا